إذا كنت تفعل هذا الشيء فهذا الثعبان ينتظرك في قبرك. السلام عليكم. قال أحد الفضلاء: كنا في رحلة دعوية إلى الأردن، وفي ذات يوم بعدما صلينا الظهر بأحد مساجد الزرقاء جلسنا مع بعض طلبة العلم وعالم من الكويت، وإذا بقوم يدخلون من باب المسجد بشكل غير طبيعي وهم يصيحون: أين الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتي فقالوا له: يا شيخ، عندنا شاب متوفى صباح اليوم عن طريق حادث مدوي، وإننا عندما حفرنا قبره إذا بنا نتفاجأ بوجود ثعبان ضخم بالقبر، ونحن الآن لم نضيع الشاب وما ندري كيف نتصرف. فقام الشاب وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة ونظرنا في القبر فوجدنا فيه ثعبانا عظيما قد التوى رأسه في الداخل وذنبه في الخارج وعينه بارزة تطالع الناس. فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانا آخر. فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر ب200 متر تقريبا وحفرنا قبرا جديدا، وبينما نحن في نهايته فصدمنا بوجود ثعبان آخر ولم نعرف كيف نتصرف. فقال الشيخ: انظروا إلى القبر الأول، فإذا بالثعبان قد اخترق القبر الأول ليأتي إلى القبر الثاني. فسألنا الشيخ: هل كان هذا الشاب يفعل شيئا حرمها الله تعالى؟ فردوا عليه أولئك الأشخاص وقالوا: إنه شاب طيب حسن الخلق، إلا أنه كان لا يصلي. فهذه الفيديو هو رسالة إلى أي شخص لا يصلي أن يتقي الله وأن يبدأ في الصلاة وأن يعرف مصيره. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، ودمتم في أمان الله.